أقوي علاقتي بالقرآن؟ يعني إزاي فعلا إن القرآن ده يكون ربيع قلبي؟ الإنسان بيقرأ في سيرة السلف الصالح والصحابة الكرام مم. بيستغرب قوي من مم. علاقتهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقوي علاقتي بالقرآن، أشوفهم ما كانوا بيعملوا إيه. مم. كان حياتهم كلها رابطينها بالقرآن، مم. لدرجة حتى إن في الحديث لما سئل عن كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر، أيوة، حسبها بالآيات، حسب على بالآيات. قدر 50 آية. مم. أحد الصالحين يقول: كان لا يأكل الخبز يبسا، لا يأكل إلا فتيتا، مم. يعني العيش مبلول، مم. العيش ناشف. فلما سئل قال: ما بين مضغه وأكله فتيتا أقرأ 50 آية. سبحان الله. فحاولنا نجرب كده حتى مم. يعني في الذهاب والمجيء، الإنسان رايح شغله وراجع من شغله، إن لم يستطع أن يقرأ، مش حافظ إنه يقرأ من محفوظاته، مم. يسمع. جميل. سماع القرآن زي ما بيقولوا: القارئ كالحالب والمستمع كالشارب. مم. ما فحتى شاء الله. المستمع، وربنا بيقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة تدرك السامع كما جميل. تدرك القارئ. جميل. فإن الإنسان يخلي حياته متعلقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، سواء تلاوة كويس. إن لم يستطع فسماع. كويس. والحفظ ده لمن وهبه الله ملكة الحفظ، لكن طبعا على أقل تقدير مم. الإنسان يحفظ ما يستطيع أن يصلي به. جميل. بس دي نقطة يعني، أو ممكن نتكلم في كده في جزئيتين. الجزئية الأولى اللي أنت عشان الإنسان يقوي علاقته بالقرآن ارتبط بالقرآن في جميع أحوالك. أيوة نعم. تمام كده. صحيح. يعني في شغلك، في خلواتك، في مع أولادك، مع زوجتك، طبق قرآن. يعني نعم. القرآن وآيات القرآن طبقها في على أرض الواقع، أيوة. في حياتك. جميل. يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه جميل. بقى في تعاملاته، خلقه كمان في تلاوته والعمل به.